السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ انا احمد ممتاز. انا بعمل بعض الفيديوهات بحاول اساعد زمايلي اللي عايزين يبقوا ميديكال ريبس، او هم اوريدي خلاص بقوا ميديكال ريبس وعايزين ياخدوا النكست ستيب فورورد، او عندهم مشاكل في الشغل او مشاكل في الاريا وعايزين يعرفوا ازاي يحلوها. اليوتيوب تشانل موجود عليها كذا فيديو ممكن تتفرجوا عليه، هتلاقوه فيه حاجات مفيده جدا. الفيديوهات اللي انا بعملها دي بيبقى جزء منها ثيوريتيكال وبيبقى جزء منها من البراكتس بتاعي اللي انا اشتغلته، واتمنى يا رب انه يكون مفيد ليكم ان شاء الله. الاول بس انا ليا طلب عندكم، اي حد عنده اي سؤال يا ريت يحطه في الكومنتس على اليوتيوب. انا الافكار بتاع الفيديوهات انا باخدها منكم، لان انا المشاكل في الشغل دي بتبقى كتير، انا مش بيجي في بالي بالظبط انهي حاجه انتوا مور انترستد بيها، فعشان كده ساعدوني ان انا نشوف ايه المشكله الموست رايزنج ونحاول ان احنا نشتغل عليها مع بعض. تمام. الفيديو النهارده هيبقى على حاجه هي يعني تقريبا مصر كلها دلوقتي بتعمل برودكت لونش، فهنتكلم على مشاكل البرودكت لونش. تمام. في الاول اللي لسه ما دخلش الكارير بتاع الميديكال ريب هنعرفه ايه هو البرودكت لونش. البرودكت لونش يا سيدي هو بالظبط شركه عايزه تعمل برودكت جديد، سواء البرودكت الجديد ده ماده فعاله جديده ولسه هتنزل بيها، او ماده فعاله موجوده اوريدي في السوق والبرودكت موجود بس خدت انديكيشن جديد، او خدت الموافقه على انها تستخدم في استخدام تاني. يعني مثلا حاجه زي الدواء بتاع الميتفورمين مثلا، ده بيستخدم في الدايابيتس، في ناس بتستخدمه في البي سي او اس، ده هو ما خدش عليه ابروفال بس بقول مثلا يعني ممكن يكون يستخدم في حاجه زي دي، فبيتعمل له لونش. تمام. لونش اللي هو اطلاق، بنطلق دواء جديد في الماركت، سواء الدواء جديد، الاسم جديد، الماده الفعاله جديده، الانديكيشن او الاستخدام بتاعه جديد. تمام. هو ده البرودكت اللونش. طيب، البرودكت اللونش بالنسبه للميديكال ريب هو اصعب حاجه انت ممكن تشتغل عليها. تمام. حاجه مش سهله خالص، لكن هي الحاجه اللي هتلم لك الشغلانه كلها. يعني انت لو اشتغلت على برودكت لونشز هتبقى انت من احسن الناس اللي في الاريا، واحسن ميديكال ريب انت ممكن تعرفه مقارنه بحد ما اشتغلش برودكت لونش خالص. اكسبيرينس مختلفه، اكسبيرينس مرهقه، كميه معلومات هتبقى المفروض عندك بعد ما تعمل اللونش دوت وتشتغل عليه، وقدام الشركات الشخص اللي عمل برودكت لونش دوت ونجح فيه هو بيبقى رقم واحد. فانت بالنسبه لك شغال في شركه وعملت برودكت لونش كويس، ممكن تاخد الستيب فورورد وتروح شركه احسن، شركه من الشركات المالتي ناشونال اللي انت نفسك تبقى فيها، او تترقى. حلو الكلام. طيب، خلونا الاول نعرف ايه هي المشاكل بتاعه البرودكت لونش ده. احنا قلنا زي ما قلنا احنا بنطلق دواء جديد، سواء الاسم جديد، الانديكيشن جديد، الماده الفعاله جديده. حلو كده. طيب، اول مشكله في البرودكت لونش هو حاجه اسمها الاريا فيت. يعني ايه الاريا فيت؟ هل الدواء ده مناسب للاريا اللي احنا هنشتغل عليها؟ انا مش بقصد هنا اريا مثلا اريا مصر الجديده، ولا عين شمس ولا سيمبلوين، لان هو مفيش شركه دواء بتعمل برودكت لونش في مدينه نصر. حلو. هي بتعمله مثلا في مصر كلها، وبتركز على بعض الاريات اكتر من مناطق غيرها. يعني في شركه بتعمل برودكت لونش كبير وتركز بس على الاريا بتاعه الصعيد، في شركه بتعمل برودكت لونش وتركز بس على الاريا بتاعه الدلتا، في شركه بتعمل برودكت لونش وتركز بس على الاريات اللي هي فيها هاي بيمنت، يعني تجمع، مصر الجديده، مدينتي، شروق، الحتت دي كلها الناس اللي عندها قدره شرائيه عاليه. بس الاول هديكوا معلومه بسيطه كده. احنا اي برودكت احنا بنشتغل عليه لازم بيبقى عندنا في حاجه اسمها الفور بيز. الفور بيز هم 4، بعد كده خلوهم 7، بعد كده خلوهم 12، بعد كده رجعوا تاني. ايه هم الفور بيز دولت؟ اللي هم الاساس بتاع اي ماركتنج. تمام. الماركتنج ده اللي هو انت بتعمله للبرودكت بتاعك، خلاص. مش بس البرودكت مانجر او الماركتنج مانجر هو اللي بيعمله، انت اللي بتعمل الماركتنج للدواء بتاعك. حلو. طيب، عندنا في حاجه اسمها الفور بيز: البيبول، البرايس، البليس، البرودكت. تمام. اول حاجه البيبول دول نوعين. اول حاجه الناس اللي انت هتبيع لها الدواء، او الدكاتره اللي انت هتخليهم يكتبوا لك الدواء، وفي نفس الوقت الناس اللي شغاله اوريدي على الدواء اللي هو حضرتك انت ومديرك والمدير بتاع الماركتنج مانجر والشركه، الناس البيبول. اوكي. تاني حاجه البرايس، سعر الدواء بتاعك.
سعر الدواء بتاعك ده هل هو مناسب للاريا اللي احنا هنعمل لونش فيها؟ على سبيل المثال مثلا انا عندي دواء مثلا زي السنترم. حلو كده. السنترم عشان بيجي مستورد فهو غالي جدا. فهل يصح ان انا اعمل تيم بروموشن للسنترم بس في اريا مثلا زي عين شمس والعبور والسلام والقلج والخنكه والحتت دي، في حين ان عندي اصلا مالتي فيتامينز كتيره واخده السوق كله هناك؟ انا بدي امثله بس عشان تفكر معايا. حلو. هل ينفع؟ لا، البرايس سنسيتيف شويه، البرايس حساس جدا. حاجه تانية، عندي دواء مثلا هعمل لونش لدواء جديد، دواء ضغط جديد، بس الدواء الضغط ده ثمنه 4000 جنيه. حلو. افكتيف او كل حاجه وعلى عيننا وعلى راسنا، بس الدواء دوت لو بيتوافق عليه تامين، حلو، ما بيطلعش تامين. وفي نفس الوقت مش كل الناس هتعرف تشتريه، لان حاجه دواء زي دواء الضغط ده مرض كرونيك. يعني مش هتشتريه تاخده اسبوع ولا وشهر ولا وخلاص، لا، انت هتفضل تاخده. البيشنت يعني بعد الشر عليكم، البيشنت هيفضل ياخده طول عمره. فهيبقى مطلوب منه انه يوفر من مرتبه كل شهر 4000 جنيه عشان الدواء ده. دي نقطة البرايس. حلو كده. تالت حاجة هي البليس، الشغل، المكان اللي انت هتعمل فيه الشغل بتاعك، اللي هتعمل فيه الماركتنج اكتيفيتيز بتاعتك. ماشي، انت هتركز على الشغل ده فين؟ هنعمل لونش مثلا، هنركز ده على الدواء بتاعت على منطقة التجمع، ولا هركز فيه على المنطقة بتاعت الدلتا، ولا هركز فيه على المنطقة بتاعت الصعيد؟ حلو. اخر حاجة بقى هي البرودكت. تمام. طيب الدواء نفسه هل بيدي additional benefit او ميزة اضافية للمريض، او بيدي ميزة اضافية للدكتور، ولا هو دواء عبيله واديله حديد وفيريتين، مالتي فيتامين، ادي اوميجا 3 وسيلينيوم؟ فاهم؟ البرودكت نفسه هل له نيد حقيقية في السوق؟ هل هو جاي بيملى فراغ موجود؟ يعني ايه بيملى فراغ موجود؟ يعني مثلا كل شركات الادويه على سبيل المثال مثلا بتعمل اوميجا 3 وبتحط لك معاه فيتامين دي وتحط لك معاه كالسيوم وتحط لك معاه معرفش ايه. ماشي. كل الشركات عندها كده. فلو جيت بقى الشركه الجديده جت عملت نفس القصه، فساعتها هيبقى في مشكله في موضوع حته البرودكت دي، لانك انت مفيش فرق عنهم. طيب افرض انا عملت اوميجا 3، عملت اوميجا 3 بس لكن بتركيز عالي، بدل ما بحط فيه 500 مللي جرام من الاوميجا 3 اللي هو الدي اتش اي وبي بي اي والحاجات دي كلها، لا، انا عملته تركيز 3000. فانا كده بقيت مميز في الحته دي قوي، انا اعلى تركيز من الاوميجا 3 موجود في الماركت. تمام. واشتغل بقى على الناس اللي محتاجه فعلا تركيز عالي من الاوميجا 3، مش مجرد انها بتاخد مالتي فيتامينز كده عبيله واديله مجموعه فيتامينات وخلاص واسمي باخد اوميجا 3. صح؟ دي كانت نبذه كده سريعه عن الفور بيز. خلاص. بعد كده هم زودوها بقى، خلوه مثلا بروموشن وما اعرفش ايه وشويه حاجات كده. طيب تاني مشكله، ودي اصعب مشكله وركزوا معايا فيها قوي. ماشي. السبلاي. انك ازاي تقدر توفر الدواء بتاعك بحيث المريض يقدر ياخده، مش الدكتور يكتبه، المريض يقدر ياخده. الدكتور يكتبه دي جزء كده. ماشي. طيب ايه المشكله فيها يعني؟ بص يا سيدي، انت اول حاجه، انت الشركه عندك الستوكات بتاعه الدواء موجوده عندك في المخازن. طرق التوزيع يا اما عن طريق شركه توزيع، يا اما عن طريق مخازن، يا اما انت هتبيع دايركت. يعني انت اللي بتاخد الكميه مثلا، واعتقد دي مش في شركات بتعملها، بس اعتقد ان هي ممنوعه من هيئه الغذاء والدواء يعني اعتقد. تاخد انت الدواء بتاعك وتروح تبيع دايركت للصيدليات، او تاخد منه شيك مثلا بالكميه دي. ماشي. اول حاجه، انت الدواء موجود عندك في المخزن، انت عشان تنقله من المخزن بتاعك لشركه توزيع انت لازم تعمل تعاقد مع شركه توزيع، او الشركه نفسها تكون عامله تعاقد مع شركه التوزيع، وشركه التوزيع بتقوم جايه واخده منك خصم كبير جدا. والاتفاقات دي ما بتكونش سهله على فكره، لان انت مش عندك شركه توزيع مثلا انت بتروح تتعامل معاه،
لا انت عندك المتحده وابن سينا وما اعرفش ايه، عندك حاجات كتير جدا، شركات توزيع كتير. ومش كل شركات التوزيع دي بتتعامل مع كل الصيدليات، او نعكسها، مش كل الصيدليات اللي انت هتزورها بتتعامل مع شركه التوزيع دي. على سبيل المثال، انا صيدلي عايز اخد الدواء بتاعك احطه عندي عشان انت طلعت وكلمت الدكتور وخليته يكتبه، بس انا والله حساباتي زي الزفت مع المتحده. انا بشتغل مخازن بس، انا بس بشتغل مع ابن سينا، وانت الدواء بتاعك في المتحده هتعمل ايه؟ ده السبلاي اللي بقول لك عليه. حلو، دي مشكله السبلاي. طيب نلف القصه دي تاني. السبلاي بتاعك انت اللي بتروح تودي الدواء للصيدليه وبتاخد منه شيك تحصيل. موضوع بسيط اهو، يعني انت اللي هتاخد وانت اللي هتستلم الشيك، ومش محتاج بقى يكون فاتح حساب ولا معرفش ايه ولا الكلام ده كله. ماشي. في حاجه بقى موجوده مهمه دلوقتي، انا ايه اللي يخلي الصيدلي اصلا اخد دواء جديد واحطه عندي في الصيدليه، في حين ان اكيد في زيه، او اكيد الدكاتره اللي موجوده فوق او بيكتبوا لي وبيكتبوا بينزلوا روشتات عندي بيكتبوا حاجات كتيره وهم ايديهم واخده عليها. ايه اللي يخلي صيدلي واقف في الصيدليه لما يجي له ميديكال ريب محترم يقول له انا بكلمك على دواء جديد وعايزك تعمل منه اوردر، يعمل الاوردر اصلا؟ لان الدواء الجديد ده هيكلفه مش بس فلوس. تمام، الدواء الجديد ده هيكلفه فلوس، وهيكلفه تخزين، وهيكلفه شيل وحط، وممكن يطلع عنده اكسباير وما يتكتبش. ودي اكتر حاجه الصيادله بيكرهوها، انك تاخد دواء ويضرب عندك اكسباير، ساعتها انت لبسته. واقعد اجري بقى ورا الشركه واحلف 100 يمين للصيدلي ان يا عم لو الحاجه طلعت اكسباير عندك احنا هنشيلها، ان لو الحاجه ما اتباعتش انا هاجي اشيلها. ما بياكلوش هم من الكلام ده. ليه ما بياكلوش من الكلام ده؟ مش عشان هم مثلا رخمه ولا عشان هم سخيفين، لا، هم عشان اللي قالوا الكلام ده زي كتير، واللي لبسوهم في الحيط كتير، والاكسبايرات تشهد عندهم في الصيدليات. ما فيش صيدليه ما بتلبسش في اكسباير. حلو الكلام. والصيدلي بيدخل في قصه طويله عريضه بقى ان هو ازاي يخلص صرف الاكسبايرات اللي عنده دي، وان ازاي يخزن لك اصلا. ما هو انا عشان اجيب منك مثلا 10 علب من الدواء بتاعك محتاج افضي لك على الرف مكان ل 10 علب. حلو كده. اذا انت تقول طب ايه يعني 10 علب يعني ما يتحطوا من على الرف؟ لا، هي مش كده. الصيدلي ما بيحسبهاش كده. الصيدلي بيحسبها هو انا كل ما ميديكال ريب يجي لي هقعد افضي له مكان على الرف وارمي الادويه القديمه بقى؟ ما هو في الاول وفي الاخر ما هي يعني صيدليه 4 حيطان. مهما تكون الصيدليه قدامك كبيره، هو له كاباسيتي في الستورج كاباسيتي. حلو، يعني عنده حاجه معينه كده ما يقدرش يعديها، هودي الادويه دي كلها فين؟ حلو الكلام. فغالبا الصيدلي هيحلق لك من الاول، او ماشي يخلي الدكتور يكتب. حلو الكلام. وعلى فكره ما تقولش بقى يعني في حته كده، انا يعني ايه، مش بحبها قوي. بتلاقي السيلز مانجرز بيضغطوا على الميديكال ريبس ويقولوا له انت اللي في ايدك الباور، انت اللي بتضغط على الصيدلي انك تخلي الكتابات تيجي عند الدكتور، والصيدلي هو الخسران. الكلام ده طبعا يعني جزء صح وجزء غلط، لان على فكره الصيدلي ممكن يتنازل عن روشته وعن اتنين بيجوا له، او عن الدواء بتاعك، او عن دوايين كمان موجودين في الروشته، في مقابل ان هو ما يوجعش دماغه باكسبيرات. يعني دكتور مثلا بيكتب في الروشته 5 ادويه فيهم واحد مش موجود، مش جايبه يا عم، بنقصه. فاهم؟ اخاف يضرب اكسباير. فدي بتبقى الحل الوحيد بتاعها ان الدكتور يفضل يكتب 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 كتير قوي، بحيث ان الصيدلي يحس ان الخساره بتاعته بقت كبيره. اما لو الدواء كتب مره في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، 3 مرات في الاسبوع، ما هو كسبان منك كام يعني؟ فاهم؟ وانت برضه حسبها 60 جنيه مثلا، 70 جنيه كسبانهم بناقصهم. ولا ان انا اقعد افتح حساب مع شركه واحط صنف جديد عندي على السيستم وشيل وحط وودي وجيب والكلام ده كله بنقصه يا عم. ماشي. خلينا خدوا بالكم مصر دلوقتي فيها يعني ايه، كميه ادويه كتيره مش متسجله اصلا. لا متسجله هيئه غذاء ودواء، ولا متسجله اصلا وزاره زراعه، يعني لا هي متسجله كده ولا كده، ادويه مضروبه يعني. وشركات كتير بتعمل كده، والصيادله عارفين كده، فبيخافوا حقهم.
ماشي؟ دي مشاكل السبلاي. طيب تقول انا خلاص انا هروح لمخزن هو بيتعامل معاه واحط عنده الحاجه. روح بقى يا معلم اتعامل مع مخازن. اصعب ناس هتتعامل معاه. تروح تقول له خصم، هيقول لك خصمك كام؟ تقول له مثلا 10%. ما انت برودكت لونش، مش هينفع برودكت لونش وتقول له خصم 70%. مفيش الكلام ده. هيقول لك خلاص بقى تعالى بكره، عدي علينا بعدين. لان هو بالنسبه له ال 10% مش مكسب اصلا، بناقصك. فاهم؟ يعني بناقص الدواء ب 10% ده. واصلا دواء لونش ده على ما يبدا يتكتب، وهو خد بالك انت المخزن مكسبه من الكميه اللي بيبيعها، مش من العلبه ومن الاتنين ومن العشر علب هنا وبتاع، لا، من كميات كبيره هو بيبيعها. فعلى ما الدواء اللونش دوت يبدا ياخد الكيرف بتاعه الطبيعي ويبدا يتكتب بكميات كبيره، يعني فيها شويه 6 شهور سنه ولا بتاع، فاقول لك خلاص شويه وابقى تعالى. ماشي؟ هتعمل ايه؟ هتدفع من معاك عشان تنزل الخصم؟ لا. عشان تزود الخصم اقصد؟ لا طبعا. ماشي؟ فانت اكبر مشكله في الدواء اللونش هي مشكله السبلاي. اصعب حاجه، يعني تخليك تلف حوالين نفسك كده. ماشي؟ طيب تالت حاجه هي البرسويجن، الاقناع. انك تقنع الدواء، تقنع الدكتور بانه يكتب الدواء بتاعك. تقعد تقول له بقى يونيك فورمولا مش يونيك فورمولا، الكلام ده اشتغالات. خلاص يعني سيبك من الكلام ده. كل الناس اللي شفتها وشغاله على حديد وفيريتين وبتاع والكلام ده كله بيدخلوا يقولوا يونيك فورمولا. كله بيقول كده. ماشي؟ فانت عشان تخلي الدكتور يبدا يكتب الدواء بتاعك، يبدا، مش انه يولع لك الدنيا، فاهم؟ يبدا يكتب الدواء بتاعك. لا دي فيها مشوار. محتاج تقعد مع الدكتور، ومحتاج تعمل له انجيجمنت، ومحتاج تعرفه بنفسك وبالشركه، وتحفظه اسمك، وتحفظه اسم الدواء بتاعك، وتحفظه اسم الشركه، وتديله additional benefit للمريض وله عشان يكتب الدواء بتاعك. خلاص؟ لان خدوا بالكم احنا الايام اللي احنا فيها دي مفيش ادويه جديده في البايب لاينز بتطلع. يعني مفيش مثلا اختراع لدواء السكر، مفيش اختراع لدواء الضغط، قليل. وعلى ما بتيجي مصر بتقعد وقت شويه. تمام؟ وعلى ما شركه مصر تبدا تقلده برضه وقت شويتين. تمام؟ فانت عشان تقنع الدكتور بالدواء ده بالتركيبه دي، شويه بقى. حتى لو الدكتور قال لك اوكي، والدكتور قال لك تمام وانا مقتنع وخلاص، وانا بكتب اصلا التركيبه دي وما عنديش فيها مشكله وبتاع، خلاص. خش بقى على الحته اللي وراها، البريسكريبشن هابت. اصعب حاجه في الشغلانه كلها هي انك تغير بريسكريبشن هابت بتاعت الدكتور. يعني ايه بريسكريبشن هابت؟ عاده الروشته بتاعته. على سبيل المثال مثلا في دكاتره، على سبيل المثال بتكتب مثلا كعلاج للاي بي اس اللي هو القولون العصبي، بتكتب مثلا حاجه زي الفلازول اللي هو الميترونيدازول مثلا، واي حاجه زي الجاستريك او اوميبرازول، اوزموبرازول، بانتوبرازول. تمام؟ وحاجه مثلا معاها زي الاموديوم، الدوسبيتالين، الميبيفيرين، الحاجات دي كلها. دي بريسكريبشن هابت عنده. اي حد بيجي بيشتكي من قولون عصبي او يلاقي عنده الاعراض بتاعه القولون العصبي بيكتب له على طول الثلاث تريك الثلاث حاجات. ايده واخده على كده. فاهم؟ بقاله سنين بيكتب كده. فانت عشان بقى حضرتك تيجي وتقول له لا معلش زود ده او حط ده مكان ده، دي صعبه قوي. انت كميديكال ريب بتتخيل انها سهله، بس بالنسبه للدكتور لا، هي مش سهله خالص. لانه محتاج يفتكرك مع كل مريض قولون عصبي. واخد بالك؟ ودي صعبه جدا وبتاخد منك مجهود. وده نجاحك انت كميديكال ريب. يعني انت لو ميديكال ريب شاطر هتعمل كده. لو ميديكال ريب نص نص كده او اي كلام، الدكتور اصلا مش هيفتكرك ومش هيفتكر اسم الشركه. انا بتكلم على فكره على الدكاتره العاديين. في دكاتره عندها زهايمر، يعني فاهم؟ في دكاتره عندها زي، يعني انا اسمي احمد ممتاز، حلو، شغال مع في دكتور مثلا شغال معاه بقالي سنتين وبيكتب الدواء بتاعه كويس جدا. ماشي؟ بس هو راسه الف سيف ان انا اسمي مصطفى.
ماشي. فانت عشان الدكتور يفتكرك ده شغلك انت. حلو الكلام. نخش على اللي وراه. السبندنج ار او اي. انت كميديكال ريب بيبقى مطلوب منك تعمل ماركتنج اكتيفيتيز، تصرف فلوس، تعمل بقى ار تي دي راوند تيبل ديسكشن، تعمل جروب ميتنج، تعمل اي في اكشن، تطلع بروموشنال ماتيريالز اللي هي البلوك نوتس والاقلام والكوبايات والحاجات دي اللي هي بنسميها البراند ريمايندرز. تمام. الحاجات دي كلها بقى ما انت بتتحاسب عليها، وبتتحاسب عليها قوي في البرودكت لونش. يعني في العادي لو شغال على دواء مثلا ادويه ويل استابليشد، حاجه مثلا ميتفورمين، كونكور، الحاجات دي كلها الدنيا عندك سهله. بس في الدواء اللونش لا، انت بتتحاسب على كل مليم انت صرفته فيه، لان هي الشركه اصلا بيبقى 70% من فلوسها بتصرفها في الحته دي، فلازم تبقى مركزه فيها قوي. حلو. يعني انت عملت كام جروب ميتنج، والدكتور ده كتب لك بعدها ولا لا، وكتب لك كام علبه، وسمع في انهي صيدليه، والصيدليه دي جابت منين، وده ار او اي. حلو. يعني انت خليت الدكتور يكتب الدواء بتاعك، يعني نجحت مثلا في 3 وفي 4، بس الصيدليه بتجيب مخزن، والمخزن اللي هي بتجيب منه او المخازن اللي انت بتجيب منها ما عندهاش الدواء بتاعك، فالدواء ما بيطلعش. هي دايره مقفوله كده، لازم انت تقفلها مع بعضها. لو في حته منها اتكسرت او حته منها مش موجوده، خلاص مجهودك بيروح للاسف. تمام. الار او اي مع البرودكت اللونش الشركه كلها بتبقى مركزه. تمام. عملت كام زياره، الدكتور ده بيكتب ولا لا، بيكتب لك كام علبه. خد بالك الكلام ده عادي، يعني في اي برودكت انت لازم تكون عارف الكلام ده، بس في البرودكت لونش لا، بيبقى التركيز معاك قوي. طب بيكتب لمين؟ طب بيكتب له كام علبه؟ طب ما بيكتبش الدواء بتاعنا ليه؟ طب هو شايفه غالي ولا لا؟ طب هندلته ازاي؟ واخد بالك؟ وخد بالك انت الدواء اللونش عشان تبدا تبيع فيه يعني مجهود جبار، اصعب حاجه، لانك انت لازم بتقفل كل دول. واخد بالك؟ عشان تبدا تسمع. لكن عشان برضو ما نبقاش احنا يعني بنقول عمالين نقول الوحش، البرودكت لونش بيبقى ماشي كده. واخد بالك؟ اول ما يطلع ما بيبيعش، ما بيبيعش، يبدا يبيع علبه، يبدا يبيع اتنين، يبيع 100، يبيع 1000، 100000، بيطلع مره واحده. تمام. فبياخد وقت وبياخد مجهود كبير. دي مشاكل البرودكت لونش. لو نجحت فيها فانت اجمد ميديكال ريب ممكن تقابله في حياتك هو انت، لو بتعرف تعمل كده. لو ما بتعرفش تعمل كده فانت مش وحش، بس هي مش حتتك البرودكت لونش والكلام ده كله، ومحتاج تشتغل على نفسك اكتر. تمام. ملحوظه اخيره بس لان انا سالت السؤال ده، الحرق في البرودكت لونش، هتحرق في البرودكت لونش ازاي؟ انت هتعمل ايه فيه عشان توفره في مخزن مثلا؟ طب ما هو ما اتكتبش اصلا، حطيت السكات في مخازن وبعدين هتضرب وهترجع لك. فما فيش حرق في برودكت لونش خالص، انساه. ولو عملت كده يبقى انت مغفل من الاخر. خلاص. هو الحرق عامه بيودي في داهيه في الاول او في الاخر، بس يعني لو عملته في ده فانت مغفل بزياده بقى. حلو الكلام. يا رب تكونوا عرفتوا بس الدنيا كده عن البرودكت لونش. لو عايزين تعرفوا معلومات اكتر عن البرودكت لونشز اكتبوا تحت في الكومنتس بتاعت اليوتيوب، وانا يعني خدوا بالكم مش كل الكومنتس عندي بتطلع لي بيجي لي بيها نوتيفيكيشن، فانا اللي بشوفه والله برد عليه. تمام. فانتوا اكتبوا وانا بحاول والله ان انا كل حد بيكتب حاجه انا بحاول ارد عليه. تمام. اللي محتاج اي يتاكد من السي في بتاعه كويس ولا لا، مقدم على شركه مش عارف عنها حاجه وانا ممكن اكون عارفها، ابعتوا لي. انا بحب ابقى انجيجد كده مع الناس. ماشي. يا رب تكونوا استفدتم. واخيرا استفدتم اي حاجه بس ادعوا لي.